السلام عليكم، وحشتوني جدًا يا أحلى متابعين في الدنيا. طبعًا أنا عارفة إن أنا مقصّرة معاكم في الفيديوهات، بس يالّا معلش رجعنا لكم بفيديوهات مرسى مطروح الجميلة اللي طبعًا ما بتشبعوش منها. أهو بُصّوا يا جماعة، طبعًا أنصحكم نصيحة إن أنتم يا جماعة بجد، بجد أي مصيف تروحوه تجرّبوا مرسى مطروح، واللي جرّبه يكتب لي في الكومنتات إيه كان شعوره. بجد يا جماعة شعور تحفة. وكمان لو أنتم مع أصحابكم، طبعًا أصحابنا الجُمال الأمارات، طبعًا ده بابا، والتاني أهو عمو محمد، وأهو أنا اللي لابسة أحمر، واللي ورايا ريماس أهو طبعًا والله العظيم يا جماعة أحلى صحاب في الدنيا، وريتال وريناد أهو، ياسين ويوسف قاعدين في الأرض، وجودي أم أزرق أهي. بجد يا جماعة عملنا show تحفة جدًا، بس كنا في الأول طبعًا مكسوفين ومش عارفين أساسًا نرقص. شغّلوا لنا طبعًا أغاني هندية ما عرفناش نرقص عليها، إحنا مش فاهمين حاجة أساسًا، إحنا بنعمل إيه هنا؟ أهو طبعًا بُصّوا، وكمان يا جماعة لمّا إحنا ما عرفناش إن إحنا نرقص على الطبيعة شغّلوا لنا فيديوهات علشان نقلّدها، برضه يا جماعة ما عرفناش نقلّد، يعني بجد إحنا فاشلين. ما عرفناش نعمل أي حاجة. المرّة اللي فاتت لبسنا لبس بدوي، وكان في شاطئ كليوباترا، وكنا لحقنا الصبح، ودي طبعًا زهرة. أجمل صحاب بصراحة، وكنا لاحقين النهار. إنما هنا طبعًا يا جماعة على بقى ما رجعنا وخدنا الShower بتاعنا واتغدينا، كان بقى إيه الوقت عدّى، كنا نفسنا إن إحنا نصوّر في النهار، بس للأسف بقى. ده طبعًا بابا حبيب قلبي. أهو بُصّوا يا جماعة إحنا عمّالين نلِف كده حواليهم، بس ما بنعملش أي حاجة، مش عارفين نعمل إيه أساسًا. إحنا قُلنا لهم: "ما كنتم تلبّسونا بدوي أحسن، إحنا هنا بنعمل إيه؟" أهو طبعًا يا جماعة، بس بقى يا جماعة هانصحكم نصيحة بجد، 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 إن أنتم ما تاخدوش من أول حاجة. يعني إحنا بُصّوا يا جماعة علشان الليل كده بدأ يليل، رُحنا قُلنا إيه، خلاص نروح على الكورنيش. طبعًا ده يا جماعة اللبس ده أجرناه وإحنا على الكورنيش. هتقولوا لي في الكورنيش، هاقول لكم أيوه فعلًا في الكورنيش. يعني أنا نفسي أساسًا كنت مستغربة، إيه ده يا جماعة، إحنا هنقعد نرقص كده في الشارع وفي الكورنيش إزاي؟ يعني الكلام ده أساسًا المفروض ما يتعملش، يعني في بلدنا إحنا ما نقدرش نعمله. بس يا جماعة بجد في المصيف أنت تقدر تعمل أي حاجة أنت مش قادر تعملها في بلدك. يعني المصيف ما فيش مستحيل. ما فيش مستحيل في المصيف، كل حاجة صعبة عليك بتقدر تعملها في المصيف وبتكون سهلة جدًا. يعني إحنا طبعًا ما ينفعش نعمل كده في الشارع عندنا في بلدنا، لأ إحنا بُصّوا يا جماعة هناك في المصيف بقى عملنا إيه، والshow كان تحفة بصراحة، مع إن إحنا ما كناش عارفين نعمل حاجة أساسًا، بس بصراحة كانت اليوم جميل جدًا وعدّى تحفة. أهو بُصّوا يا جماعة، أهو طبعًا كُلّه حوالينا عمّال بيسقّف، واللي رايح واللي جاي عمّال بيتفرّج علينا، واللي كان بيصوّر. يعني بُصّوا يا جماعة، بُصّوا أهو إحنا عمّالين بنلِف، مش بنعمل أي حاجة أكتر من كده. ما كناش عارفين إن إحنا نعمل حاجة أساسًا، يعني إحنا أصلًا ما بنعرفش نرقص هندي، إحنا آخرنا نتفرّج على المسلسلات بتاعتهم، ما بنعرفش نرقص هندي طبعًا. فعملنا كده أي حاجة كده على قدّنا، بس والله يا جماعة قضّينا يوم جميل جدًا مع طبعًا أحلى صحابنا، طبعًا مع ماما وبابا وطنط سماح وعمو محمد. كانوا بصراحة يا جماعة أجمل ناس نروح معاهم المصيف بصراحة. أهو بُصّوا يا جماعة هنا برضه كنا لاحقين إيه، شوية من النهار، بس برضه إيه، كان الليل برضه قرّب ي يليل كده وقت الغروب كده. أهو بُصّوا، هنا طبعًا كانوا بدأوا يشغّلوا لنا الفيديوهات اللي أنا قُلت لكم عليها علشان نقلّدها، برضه ما عرفناش نعمل حاجة يعني يا جماعة. كانت بصراحة صعبة جدًا، وكنا بُصّوا بنعمل إيه، كنا بنرقص أي حاجة. أهو بُصّوا يا جماعة طبعًا ريتال أهي صاحبتنا أم أزرق أهي. بُصّوا يا جماعة هي بتحب كده تعمل حركات على طول يا جماعة هزار، على طول بجد هزار. برضه عايزة أنصحكم نصيحة إن أنتم مش أول ما تلاقوا حاجة تعملوها على طول، برضه اسألوا ودوّروا. يعني إحنا يا جماعة لمّا رُحنا كان طبعًا الليل بدأ يليل زي ما أنا ما قُلت لكم، رُحنا إيه، أول ما لقينا حد قُلنا الحمد لله. تمام، خلّصنا طبعًا اللبس وكده وادّيناه للراجل وخلاص مشينا. ماشيين قدّام، كان طبعًا اللبس اللي إحنا أجرناه ده ب20 جنيه. ماما طبعًا وطنط يسكتوا، لأ طبعًا. يعملوا إيه، ينزّلوا الراجل ينزّلوا مع الراجل السعر ل10 جنيه. طب تمام، أنتم هتقولوا لي تمام يا جنى 10 جنيه حلو للفرد يعني. هاقول لكم طيب ماشي، ما هو حلو والمبلغ جميل جدًا. بس مشينا قدّام بقى بعد ما خلّصنا، إيه اللي حصل، لقينا إن اللبس ب5 جنيه والصورة ب5 جنيه. تمام ماشي، نمشي قدّام حبّة كمان نلاقي اللبس ب5 جنيه والصورة ببلاش free. يعني بجد يا جماعة استغربنا جدًا، وبجد إن شاء الله
هنبقى نلف وندور يعني. وبرضو لما عملنا اليخت برضو حصل نفس الكلام، يعني كان في عروض برضو كده، فاحنا ملحقناش برضو، احنا يا دوب لقينا اليخت طلعنا عليه، فما سألناش برضو ودورنا. فدي برضو ايه حاجة يعني الواحد يتعلم منها ان هو يدور يعني ويدور كده في الحاجة، وان شاء الله هيلاقي الحاجة اللي تناسبه. طبعا احنا هنا اهو كنا بنرقص اي حاجة اهو اللي احنا عارفينه بقى. المسلسلات الهندي برضو بتجيب نتيجة يا جماعة اهو بصوا طبعا اهو اللبس بصراحة يا جماعة كان عاجبني جدا اهو، احنا اللي بنختار طبعا اهو. اهو بصوا يا جماعة ريتا اللي بتعمل ايه بصراحة يا جماعة دمهم خفيف جدا، وبجد لما كنا بنتمشى معاهم بصراحة ما تزهقوش من التمشية هناك في مرسى مطروح اساسا. يعني مرسى مطروح بصراحة يا جماعة تحفة جدا، ويعني كل مكان فيه انت لازم تروحه، يعني لازم تروحه بجد. يعني احنا لما روحنا الكورنيش كان بصراحة عجبنا جدا، وكان يعني كنا اتمشينا فيه، كنا بنروح نتمشى يا جماعة من اول حاجة لاخرها، وكنا بنحس ان احنا برضو ايه لسه ما خلصناش، لا احنا لسه عايزين نقعد اكتر. بصراحة يا جماعة كانت بجد 7 ايام في المصيف كانوا تحفة جدا اهو. احنا عمالين بنركز في اللي بيحصل طبعا في الفيديو، بس برضو مش عارفين ان احنا نقلده، يعني احنا نعمله ازاي. نقول طيب لاي حد ماشي انت تعرف ترقص هندي تيجي تعلمنا، ما احنا مش عارفين نعمل ايه اهو. طبعا عمالين نعمل كده على قدنا بقى اي حاجة اهو بصوا يا جماعة ياسين اللي لابسه ياسين ده شكله حلو قوي. بصوا ياسين شكله قمر خالص، واللي فوق راسه كل شويه يهزها تكون هتقع منه اهو طبعا. والبحر طبعا كان ورانا، وكل بقى اللي ماشي طبعا على الكورنيش كده زينا برضو، ما احنا كنا ماشيين على الكورنيش، فكل اللي ماشي على الكورنيش بيتفرج علينا يعني. وفي الناس اللي كانت بتتصور، الناس اللي كانت بتقف مستغربة هما ازاي بيعملوا كده اهو بصوا. كنا هنا مشغلين لنا اغاني هندية ان احنا برضو نرقص عليها، بس احنا بقى ايه اهم حاجة عندنا الشعبي. بصوا بدأنا ان احنا نلف كده ونسقف ما بنعملش اي حاجة غير ان احنا بنلف ونسقف نلف ونسقف. طبعا يا جماعة المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه كان جميل جدا طبعا، وان شاء الله الرحلة دي تتكرر تاني مع اجمل صحاب برضو، ربنا يخليهم لينا طبعا اهو. احنا عمالين بنلف ويوسف وياسين يحركوا في راسهم، وهم ورا بيسقفوا لنا وكل شويه يقولوا لنا اعملوا اي حاجه اعملوا اي حاجه، واحنا مش عارفين طب نعمل ايه اهو بصوا. بجد يا جماعه مرسى مطروح بلد جميله جدا، اللي جربها يكتب لي في الكومنتات بصراحه. يعني بلد جميله، يعني ما تزهقوش منها اهو طبعا. ودي كانت صورنا هناك اهو بصوا يا جماعه. كنت شايله جودي طبعا، ووشنا بصراحه يا جماعه كان فحمه، يعني بصوا كان سواد بحمار كده، كان بيقشر من واحنا هناك، وشنا كان بيقشر من واحنا هناك. ياسين كان بيعمل يوجا هو ويوسف اهو طبعا على البحر اهو. لا بصراحه يا جماعه كان الوقت تحفه جدا. وده لما كنا على اليخت اهو، يوسف اهو بيتصور، وده كنا في شاطئ كليوباترا. وما تنسوش اللايك.